اشمعنى مهرجان الصخرة واشمعنى احمد المحمدي؟ اولا يعني مهرجان الصخرة انا بشوف ان هو اهم مهرجان في مصر امم في المهرجانات اللي بتتعمل كلها. وانا بشجع الناس كلها اصلا، ومعروف عني ان انا بحضر على فكرة وبروح، وفي مهرجانات انا اسستها برضو مع زمايلي ونجحت ومستمرة وربنا يوفقهم. بس مهرجان الصخرة مع كابتن احمد المحمدي ليه طعم مختلف عند كل الناس بتستناه من السنة للسنة. وبعدين لاحظت ان المهرجان واخد طابع دولي وطابع يعني على مستوى الوطن العربي مسمع، لان بيجي ضيوف من جميع الدول العربية، يمكن بيبقوا ده اصدقائنا حقيقي. سواء كانوا وشفت كتاب ناس من صحفيين او الجزائر اعلاميين، ومن دول ومن مختلفة. الكويت المغرب والمغرب وتونس. وتونس، وناس بتحجز طيران وبتيجي عشان تحضر مهرجان الصخرة للكابتن احمد المحمدي اللي هو مشرفنا كلنا. والناس اللي ما بتجيش يعني لاي ظروف بتبقى حزينه جدا، بتندم. تندم. انا شفت ده بعيني. ستات ورجاله على فكره